إمام عاشور واحد من أهم وأفضل اللاعبين في الكرة المصرية خلال الفترة اللي فاتت. لاعب خط وسط شامل بيفكرنا بالزمن الجميل، زمن فاروق جعفر وحسن شحاتة وغيرهم من النجوم. لاعب كرة بجد، وسيبك بقى من الجدل اللي أثير حوله إنه أهلاوي أو زملكاوي وإنه خان الزمالك وراح الأهلي عشان الفلوس. المهم إحنا في عصر الاحتراف، يعني مفيش لاعب عنده انتماء. الانتماء للمادة وللعرض الأفضل للاعب على المستوى المادي والمستوى الاحترافي، والنادي هيوفر له ايه وهو هيوفر ايه للنادي. حسابات ومعادلات كتيرة جدا ما تنفيش ولا تقلل ان امام عاشور واحد من اهم وافضل لاعبي الوسط في منتخب مصر وكمان في افريقيا. طب ايه بقى سر وقصة عروض الاحتراف اللي جاية لامام عاشور؟ وهل الاهلي هيوافق عليها؟ تعال اقول لك قصة 3 شروط من ادارة القلعة الحمراء لاحتراف امام عاشور. قبل اي حاجة شير ولايك وسي فيرست، ويلا بينا اقول لك القصة من البداية للنهاية على ملعب اوان مصر. عودة امام عاشور من الاحتراف كان اصلا فكرة خاطئة جدا، وعلى الرغم وبحسب التقارير الصحفية اللي تم ذكرها ان قصة ميتلاند دي كانت كوبري عشان يرجع للنادي الاهلي، الا ان امام عاشور قدر يتكيف مع البيئة اللي حواليه وتألق في اول كام ماتش لحد ما جات له الاصابه اياها اللي رجع بعدها على النادي الاهلي. لكن بعد مستواه الاخير في بطوله افريقيا وبطوله كاس العالم للانديه ابتدى امام عاشور يلفت انظار انديه اوروبيه، وانديه اوروبيه كبيره وليها اسمها وتقلها. ده حتى في جماهير بعض الانديه ابتدت تتكلم عليه بشكل ايجابي، خاصه جماهير نادي ارسنال اللي قالت عليه مين صاحب ال3 رئات ده. هو يطالبوا كمان ان محمد النني يتوسط عشان يجيبوا نادي ارسنال. على فكرة جماهير الكرة الأوروبية دايما بتبص على بطولة إفريقيا عشان تشوف المواهب اللي فيها، ومش الجماهير بس، الجماهير ووكلاء اللاعبين. وعشان كده وكلاء اللاعبين وبعض وكالات التسويق في أوروبا ابتدت بالفعل تجيب عروض لإمام عاشور. لكن النادي الأهلي كان عنده 3 شروط صعبة جدا لاحتراف إمام، وال3 شروط دول في حالة عدم تحقيق أي شرط منهم يعتبر احترافه لاغي تماما. أول شرط هو تعويض إمام عاشور بلاعب مناسب ويكون بديل قوي، يكون على نفس مستواه أو أفضل منه كمان، عشان منظومة الأهلي اللي اتبنت خلال الفترة اللي فاتت عليه ما تتأثرش. وده من أهم الشروط اللي حطتها إدارة النادي الأهلي لاحتراف اللاعب. تاني حاجة، مارسيل كولر المدير الفني السويسري يوافق على قرار رحيله، لأن من غير موافقة كولر البند الأول هيعتبر لاغي، لأن كولر هو اللي هيحدد مصير إمام عاشور وهل هو محتاجه على المستوى الفني ولا لأ. والأهلي مش همه العروض المادية والفلوس الكتيرة قد ما هو همه استقراره الفني. وبالنسبة بقى للماديات، وبما إننا اتكلمنا عليها، العرض المالي اللي جاي لإمام عاشور لازم يبقى مناسب لقيمته الفنية ولقيمة النادي الأهلي واسمه الكبير. يعني بالبلدي كده ال3 شروط مرتبطين ببعض ارتباط كبير جدا. رغبة إمام عاشور هي الاحتراف في المقام الأول، لكن برضو إدارة النادي الأهلي هي اللي هتحدد سواء هيمشي ولا لا. انت بقى ايه رأيك؟ هل إمام عاشور يمشي من النادي الأهلي وياخد تجربة احترافية جديدة ولا لا؟ قول لنا في الكومنتات.